تعرف إن عمرو دياب كان لاعب كورة؟ لا وكمان اشتغل مساعد مدرب لأحد الأندية، وفي مرة من المرات رمى كرسي على لعيبة الزمالك، النادي اللي بيشجعه دلوقتي. وكرة القدم كانت سبب في وصوله للعالمية. علاقة عمرو دياب بكرة القدم هي علاقة قوية ومتختلفش عن علاقته بالموسيقى والغنى. زي ما احنا عارفين عمرو دياب اتولد في محافظة بورسعيد اللي معروفة بحبها وتشجيعها للنادي المصري، لكن عمرو دياب كان ليه تجربة مختلفة مع كرة القدم، وده لأنه انضم للجهاز الفني للنادي المصري واللي اشتغل فيه كمساعد مدرب ينقل تعليماته للاعبي الفريق ويساعده في بعض الأمور الإدارية. وفي مرة من المرات اللي اتقابل فيها النادي المصري بالنادي الزمالك، عمرو دياب استفزه لاعبي الزمالك وعمل حاجة غريبة جدا وقتها، وهي إنه رمى الكراسي على لعيبة النادي الزمالك واللي هو دلوقتي من أبرز مشجعينه. الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني الأسبق لنادي سموحة بيقول إنه لعب كرة مع عمرو دياب في الملاعب الخماسية والسباعية في نادي المريخ، وعمرو دياب كان لاعب خط وسط بفريق هيئة قناة السويس في أواخر السبعينيات، واللي كان بيميز عمرو دياب وقتها هي قوته البدنية، وكان هضبة فعلا زي ما بيتقال عليه دلوقتي. ومع بداية التسعينيات كانت انطلاقة عمرو دياب الحقيقية في عالم الغنى علشان يبقى واحد من أهم المطربين في مصر والوطن العربي، ويتم اختياره لإحياء حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية سنة 1991. عمرو دياب وقتها معرفش إنه تم اختياره للافتتاح إلا قبلها بأيام قليلة، وكان لازم يجهز أغنية جديدة علشان يغنيها. وقبل يومين بس من موعد الحفل اجتمع عمرو دياب بالموسيقار مودي الإمام علشان يجهزوا الأغنية الجديدة، ووقتها عرض مودي الإمام على عمرو دياب جملة لحنية بموسيقى تشبه الشكل الإفريقي، ووافق عليها الهضبة بسرعة لأنها لايقة على الحدث اللي هو دورة الألعاب الإفريقية. ووقتها كان لازم يشوفوا مين هيكتب الكلمات، وساعتها عمرو دياب بيناقش صديقه الشاعر الراحل مجدي النجار عن إعداد الأغنية علشان تيجي لعمرو دياب فكرة إنه يطلب منه إنه اللي يكتبها، وفعلا عرض عليه علشان يتفاجئ النجار بطلب عمرو دياب ويوافق فعلا على طلبه، ويبدأ كتابة الأغنية على اللحن اللي أعده مودي الإمام. وخرجت بعدها الأغنية اللي كل الجماهير المصرية حفظتها لحد النهاردة، وغنى عمرو دياب بالحب اتجمعنا في حفل الافتتاح واللي أبهر الجميع. لكن في 2019 أعاد عمرو دياب توزيعها علشان تكون من الأغاني الدعائية لبطولة الأمم الإفريقية 2019. عمرو دياب بيحب الرياضة جدا بشكل عام، وشايف إنها مهمة جدا وبتساعده في شغله، وإنه لازم يلعب بعض التدريبات بشكل يومي علشان يبقى صافي الذهن. وعمرو دياب بيقول عن نفسه: أنا من هواة عدم الحديث والقلة في الظهور، مثل الكابتن حسن شحاتة عندما كان مدربا لمنتخب مصر، كان لا يتحدث كثيرا لكنه يحقق الإنجازات، وهذا مبدئي في الحياة، الأفعال وليس الأقوال. انت بقى قول لنا، هل كنت تعرف المعلومات دي عن عمرو دياب؟ وشايف انه لو كان كمل في الكورة كان هيبقى نجم ساطع زي ما هو دلوقتي، ولا كان هيجري عليه الزمن زي ناس كتير في جيله؟ قول لنا رأيك في التعليقات، وإلى اللقاء.